يا واد عمي. وبعدين إذ فجأة لقيت الأخ هيثم أفندي بيكلمني بيقول لي الحق صاحبك طابق في رقبة فارس والست طلبت البوليس. قلت ما بدهاش. قلت له اسمع، عم بقول لك على حاجة، مالكوش عندي مسلسل ولا ليكوا عندي حلقات؟ خرب عقلك. انت قلت له مفيش حلقات. ثواني. لا نوسه بقى مش وقته بقى بجد، يعني رغي فارغ. ها المهم عمل ايه بقى الاخ المخرج ده لما عملت الخبر ده في وشه يا مجنون؟ هيقول لي إيه؟ أصابه البكم، خرس، ومسافة ما بلغ الست هانم عملت فركش للمسلسل لأجل غير مسمى. خير بجد؟ فركشت المسلسل؟ امال ايه؟ ومن ساعتها التليفون بتاعي ما بطلش رن. فارس وهيثم وكل كليله بيكلموني. الله يجازيك يا جنوبي، انت جاي تساعد ولا تهد المعابد؟ ايوه بس انا كده بصراحه قلقان عليك يا منتصر. يعني عايز اقول لك انه كان ممكن جدا احنا بس ده اللي كان عندي امل فيه، ان احنا ندي شويه وقت ونحلها مع الزفت ده بهدوء. لا ما تقلقش عليا انا. وبعدين الحيوان ده لا يمكن يتجوز البت دي، من رابع المستحيلات يتجوزها. طب ايه رايك بقى ان فريال الطماوي لو عرفت الفضيحه دي هتزغرت وهتنشرها الصبح؟ نعم تزغرب بسرعه.